في الظروف اللي احنا فيها دي بقى لازم ان احنا نعمل كل حاجة في البيت، وعشان كده تعالوا في الفيديو ده نعمل مع بعض الحواوشي الاسكندراني. ومش هنعمله عادي كده، لا، هنعمل حواوشي اسكندراني وش بيتزا بعجينة سهلة وطرية جدا ونتيجة مضمونة. تعالوا نشوف هنعمله ازاي مع بعض في الفيديو ده. اول خطوه عندي هنا عشان اعمل خلطه الحواوشي، عندي طماطمايه بحجم متوسط وكمان بصلتين ونص حبه من الفلفل الرومي الاحمر ونص حبه من الفلفل الرومي الاصفر وقرن فلفل اخضر وكمان قرن فلفل حراق وشويه من الكزبره وشويه من البقدونس الاخضر. هفرمهم في الكبه فرم خشن ما يبقوش ناعمين قوي. وبعدين هضيف عليهم ربع كيلو من اللحمه المفرومه. ميزه الحواوشي ان انت ممكن تعملي كميه من الخلطه كبيره بشويه صغيرين من اللحمه. وبعدين بدات اضيف البهارات، عندي فلفل اسود، شويه من السبع بهارات، وكمان معلقه صغيره من بتاعه الشاي دي من الملح، ورشه بسيطه كده من جوز الطيب، وشويه صغيرين من الكزبره الناشفه. هبدا اعجن الخلطه دي كويس كاني بعجن كفته، بس طبعا ما نعمهاش قوي يعني. هقلبهم مع بعض كويس كده واعجنهم عجنه بسيطه عشان بس يبقوا متماسكين، ما يبقوش ما تبقاش الخلطه واللحمه سايبين من بعض. جهزت الخلطه بتاعه الحواوشي وركنتها في التلاجة شويه على ما اجهز العجينه. عندي هنا 3 كوبايات من الدقيق، عليهم نص معلقه صغيره من السكر، نص معلقه من الملح، وكمان معلقه كبيره من الخميره. وهبدا اعجن بميه دافيه. بس كده، هي دي مكونات العجينه اللي عندي. اهم حاجه بس نعجن العجينه كويس وتكون العجينه طريه معاكي، يعني ندي العجينه حقها في العجن او نخدمها كويس زي ما بنقول. وبعدين المها كويس وتبقى طريه وهسيبها لحد ما تخمر. خمرت العجينه بتاعتي وشكلتها الكور، حجم الكور يكون متوسط، وهبدا اخد اول كوره وافردها على شويه من الدقيق. وبعدين هجيب صينيه عندي مش هدهنها باي حاجه، اهم حاجه بس نكون فاردين قطعه العجين بتاعتنا على شويه دقيق علشان ما تلزقش في الصينيه. هفردها كده وهبدا اجيب شويه من الخلطه بتاعه اللحمه اللي احنا عملناها، بس قبل ما احطها هجيب شوكه وهبدا ان انا يعني افتح بيها او اعمل بيها فتحات كده في العجينه كويس علشان ما تخمرش او تبقى العجينه بتاعه الحواوشي تخينه قوي. المفروض ان هي اللقمه بتاعتها بتبقى رفيعه مش تخينه، بس برضو ما تبقاش ناشفه. بعد ما فردت الخلطه بتاعه اللحمه كويس، فردت قطعه تانية من العجين بنفس الحجم بتاع الصينيه وبدات احطها على اللحمه واقفلها بالشكل ده كده. وعشان اديها وش بيتزا جبت شويه من الطماطم والفلفل الالوان والزيتون وشويه من الجبنه الموتزاريلا، مديالهم رشه ملح وفلفل كده علشان ما يبقوش عادبين. يعني قطعت الخضار ورشيت عليه رشه ملح وفلفل، وبعدين جبت عليهم شويه من الجبنه الموتزاريلا. وفي الوقت ده طبعا انا كنت مسخنه الفرن على اعلى درجه حراره. دخلت الصينيه بتاعتي وسبتها، اول ما استوت من تحت فتحت عليها الشوايه لمده 10 دقايق تاخد وش حلو كده. وقدموها بقى مع بطاطس محمره مع طحينه. بجد جربوا الوصفه دي، حلوه جدا 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 وهتعجبكم واحلى من بره. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في قناتي على اليوتيوب.